السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غندويو على أبرز المباريات اللي دوزوها المحترفين المغاربة اللي كيلعبوا مع المنتخب الوطني المغربي. أول لاعب اللي هو اسماعيل السيباري. اسماعيل السيباري للأسف خسر 3-1 هاد الفريق ديال سان جيلواز اللي كان كاين معاه اللاعب سفيان بوفال. للأسف ما دخلش المباراة، ما لعبش ولا دقيقة. للأسف كان المباراة كاملها في الاحتياط، وصل الماتش ديال ايدهوفن وصل جواز 3-1. وبالنسبه للسيباري لعب حتى الدقيقه 74 وهو يبدلو المدرب. غنمشيو للاعب الاخر اللي هو لاعب ابراهيم دياز. قبل ابراهيم دياز غنمشيو للاعب نايف اكرد، حيت ريال مدريد لعبات مع مارسيليا. مارسيليا كان مع نايف اكرد للاسف اصابه بين قوسين، قال لك بروتوكول ديال جلطه دماغيه ولا لا ماشي جلطه دماغيه، ارتجاج المخ ولا مازال ما عرفتش ديك الاصابه شنو هي. المهم اصابه ديال نايف اكرد. وغنمشيو للمحترف الاخر اللي هو ابراهيم دياز اللي دخل في الدقيقه 63. الدقيقه 63 فاش دخل صراحه كانت ريال مدريد خاسره ب1-0، قلبوا الماتش. تقريبا كانت 1-1 على ما اظن، 1-1 تفرج في الماتش 1-1. قلبوا الماتش هو فينيسيوس وربحوا الماتش ب2-1. غنمشيو للمحترف الاخر اللي هو سندي. للاسف خسر اتلتيك بيلباو مع ارسنال، خسرت ب2-0. وللاسف ما لعبش سندي، ما لعبش ولا دقيقه. للاسف هادو هما حاليا اللعابه. وما نساش واحد اللاعب اللي لعب في حتى الدقيقه 74 عاد دخل اللي هو الياس اخوباش، لعب مع فياريال وللاسف حتى هي فرقته خسرت ب1-0. هادو هما المحترفين المغاربه اللي لعبوا اليوم. غدا ان شاء الله نشوفوا المحترفين المغاربه الاخرين اللي لعبوا. كان معكم مسيو كحيل، ما تنساوش لايك وسبسكرايب، شي كومونتير زوين. تهلاو.